بعد ما شاب ودوه كتاب. بصوا بقى، المثل ده في الحقيقة ملوش أي لازمة. عندنا تجربتين تثبت إن المثل ده بلح. أول تجربة، عوض بدير 50 سنة ابن محافظة كفر الشيخ بقى أكبر طالب في مصر في أولى إعدادي. عوض قرر إنه يكمل تعليمه بعد ما اتعرض لموقف من أهل قريته واتنمروا عليه بسبب عدم تكميله للتعليم، ويفتكر إن هو كان نفسه يحقق حلمه ويكمل تعليمه، ويقرر فعلا إن هو يقدم أوراقه وشهادة محو الأمية، واتقبل في أولى إعدادي في مدرسة الترزي للتعليم الأساسي. وأولاده ومراته كمان شجعوه وما سمعش لكلام الناس اللي بدأت تتريق وتقول عليه بعد ما شاب ودوه كتاب بسبب سنه. التجربه الثانيه، الحاجه زبيده 87 سنه ما وقفهاش سنها في ان هي تتعلم وتدخل امتحانات محو الاميه وتنجح فيها كمان. الحاجه زبيده ربت 8 اولاد وعندها 13 حفيد، علمتهم واطمنت عليهم، وقررت ان هي ترجع لحلمها القديم وتتعلم. وكانت بتقول ان التعليم عز ونجاح في حد ذاته. افتكر دايما ان السن مجرد رقم، طالما عندك حلم واصرار ممكن تحققه في اي وقت، وان never too late.